مرتضى منصور لازم ينتهي. مرتضى منصور فكرة غلط، مرتضى منصور فكرة ابتزاز. محامي نادي الزمالك قال لعمرو اديب 3 حاجات اغرب واخطر من بعض، واغربهم فعلا هي اخر حاجه هتسمعها في الفيديو ده. لايك ومتابعه بقى وركز معايا. اول حاجه قالها محامي نادي الزمالك وهو ان سبب وقوف ارض 6 اكتوبر لنادي الزمالك مرتضى منصور. البلاغ اللي قدمه مرتضى منصور هو العقبة الوحيدة حتى الآن. هو قدم البلاغ، فهو عشان جمهور نادي الزمالك يعرف ان هذه الارض واقفة ومتعطلة بسبب بلاغ المعزول مرتضى منصور. تاني حاجة قالها محامي نادي الزمالك وهي إن مرتضى منصور ساب ديون على الزمالك بقيمة 2.5 مليار. وزي ما حضرتك قلت كده هو وجد أرض محروقة. ديون الأرض دي تتجاوز ال 2 مليار 583 مليون. مرتضى منصور سايب ديون 2 مليار 583 مليون 417 ألف. أيوه. اللي جايه دي بقى انا مش عارف ازاي مرتضى منصور جاله قلب اصلا ان هو يعملها. النادي كل المدربين والموظفين واللاعبين محدش كان بيقبض. النشاط كان موقوف قيده، الحسابات محجوز عليها، كل مدخرات النادي اللي جايه من المحلات تم اخذها لمده 10 سنين قدام. بعد كل اللي انت شفته وسمعته ده، حاسس ان مرتضى منصور فعلا يعمل الكلام ده ولا لا؟